السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل بان كيك بمكونات سهلة. أحلى بان كيك طعمه حلو قوي وهش وخطير. هقولك على مقادير مظبوطة ما فيهاش غلطة. كمان عايزة تزوقيها بالموز بالتفاح بالفراولة بأي صوص عندك اشتغلي بيه إن شاء الله بالسكر البودر. معايا كوباية ونص دقيق وذرة ملح، كوباية لبن دافي، 2 بيضة لو بيض بلدي وبيضة واحدة لو بيض أحمر، ومعاهم طبعا فانيليا سايبة بتدي طعم حلو قوي بان كيك أو الوافل. معايا معلقة بيكنج باودر مليانة هرمية، ومعايا 4 معالق زيت و4 معالق سكر. هي دي مقاديره ومظبوطة مفيهاش غلطة. حطيت البيضتين أو بيضة واحدة حمرة علشان دول بلدي، حطيت بيضتين وحطيت الفانيليا وعليهم ال4 معالق سكر وأقلبه كويس جدا. اللبن معايا بيدفع علشان يدوب معايا السكر، نزلت بال4 معالق زيت وكوباية اللبن الدافية وهقلب كويس جدا بالمضرب اليدوي أو بالشوكة أو في الخلاط. مش هتغلبي، كله هيدوب معاكي، أهم حاجة اللبن دافي فكله هيتظبط معاكي. وبعد كده نزلت بكوباية ونص دقيق، عليهم ذرة الملح ومعلقة البيكنج باودر المليانة الهرمية وهقلبهم كويس جدا. وهنزل شوية شوية وهقلب، كله هيدوب معاكي. وكوباية اللبن مظبوطة مع كوباية ونص دقيق وهتديني القوام اللي انا عايزاه، لا تقيل قوي ولا خفيف، مظبوطة ظابطة. عشان كده بقولك جربي المقادير دي ما فيهاش اي كلام ولا اختلاف. هي يا بيضتين بلدي يا بيضة واحدة كبيرة حمراء. خلصت هتقعد معايا ترتاح حوالي نص ساعة، نص ساعة علشان تتظبط معايا. خلاص خلصت، هضربها كده بسيط وهبتدي احطها في اي حاجة تسهل لي ان انا انزلها على الطاسة او اعمل بالمعلقة. اهم حاجة الطاسة تكون معايا هنا معايا ما بتلزقش، او احط رشة زيت بسيطة خالص وابتدي اشتغل واعمل البان كيك. اول طاسة بصراحة طلعت معايا اشكال فضائية، ولكن بعد كده هيتظبط معايا. عايزاه تعمليه ميني اعملي، عايزاه تعمليه بحجم الطاسة اعملي، اعملي اي حاجة. المهم عايزة اقولك ان المقادير دي هتنفع معاكي مع اي شكل، يعني مدورة مربعة، المهم المقادير هنا معايا مظبوطة وده اهم حاجة عندي. طب انا هعرف منين ان هي استوت علشان اقلبها الناحية التانية؟ بتعمل كده زي فقاعات صغيرة زي القطايف بالظبط، فتبتدي توسع معايا واعرف ان هي استوت الناحية التانية، فاضطر ان انا لازم اقلبها على طول علشان بتحمر معايا. هوريكي كمان الفقاقيع وهي بتشتغل. بصي الخروم اللي هي الصغنونة دي زي ما انتوا شايفين كده، قربتها لكم عشان تعرفوا ان هي كده ابتدت تستوي من تحت. وكل ما توسع شوية اعرف انها استوت من تحت واقلبها على طول على الناحية التانية. سهلة خالص وبسيطة ما فيهاش اي مشكلة. عندك طاسة اكبر طبعا هتسرع معاكي وتسهل معاكي كده. زي ما انتوا شايفين لما قلت لكم هتوسع خلاص كده هقلبها وبص اللون تحفة. هخلص الكمية بتاعتي كلها، وزي ما قلت لك كل ما توسع الفقاعات هبتدي اقلبها على الناحية التانية. هخلص الكمية بتاعتي. عايزة تزوقي بالموز بالتفاح بالشوكولاتة بأي صوص عندك، ان شاء الله مربى، ان شاء الله سكر بودر، كريز، اي حاجة، اي حاجة زوقي بيها. عايزة اوريكي قد ايه هو طري وهش وبيفضل طري لتاني يوم. وبصوا ارتفاعه حلو قوي ولونه ابيض من جوه. كوبايه ونص دقيق عملت معايا الكميه اللي انتوا شايفينها ديت. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، اذا كان فطار اذا كان عشاء، حاجه حلوه تاكلوها. انا هعمل زي كاسات، بحط بانكيك من تحت وبحط طبقه من الموز وطبقه من الشوكولاته وارجع احط بانكيك تاني، وفي الاخر بحط سكر بودر. شكلي زي ما انت عايزه. الكاسات دي حلوه قوي وسهله، بتتباع بره غالية شوية علشان بيحطوا موز وتفاح وشوكولاتة وبيحطوا البانكيك. طبعا نعمله في البيت أسهل وأنضف وبإيديكي وحاجة تبسطي بيها ولادك. حطي سكر بودر، حطي كريز، شكلي زي ما انت عايزة. زي الوافل بالظبط برضو تشكلي فيه زي ما انت عايزة. خلصت الكمية بتاعتي كلها، وبصراحة أحلى حاجة عجبتني اللي هي بالعسل الأبيض، طعمها حلو قوي. زي ما قلت لك اشتغلي باي حاجه عندك، ان شاء الله ابسط حاجه اللي هو السكر البودر. افطري بيها وحاجه حلوه لاولادك وسهله وسريعه مش هتاخد منك وقت. وزي ما قلت لك كمان المقادير دي مظبوطه ومفيش عليها اختلاف. جربيها ويا ريت تبقي تقولي لي في الكومنتات. زوقي باي حاجه انت بتحبيها وبتاكليها. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.